السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وعشركم بروكه. اقتراح النهار اليوم غنشارك معكم واحد السيجار بواحد الحشوه لذيذه معلكه خطيره بمعنى الكلمه. ستروا لي على هذه الكلمه لذيذه بزاف البنات. حشوه كيف كتشوفوها كتجي معلكه. غنشاركها معكم بطريقه القنينطات كيجيو مقرمشين ومعلكين وبنانين بزاف البنات. تابعوا الفيديو غنشارك معكم طريقه التحضير والمقادير. اذا كنتم باقي ما اشتركتوا في القناه فضلا منكم وليس امرا اشتركوا في القناه ضغط زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. مباشرة ندوزو لطريقة التحضير والمقادير. نبداو على بركة الله. هنايا عندي في واحد المقيلة كنوضع واحد معلقة كبيرة الزبدة. المقله كتكون مشعوله من قبل وغادي نضيف زيت الزيتون. ممكن تعملوا خليط بين زيت الزيتون وزيت نباتيه. كنخليو ديك الزبده حتى كذوب واحد شويه. من بعد غادي نضيف لها البصل ديالنا. هنايا يكونوا البنات مقطعين اولا مشلضين رقاقين. هنايا كانت عندي حبه بصله حمراء وبيضاء متوسطين. اذا كان الحبه البصله صغارين نعملوا جوج حتى ثلاثه، واذا كانت كبيره نعملوا واحده. كنشلضوها مزيان وكنديوها ونجيبوها في ديك الزويته مع الزبده حتى كتنزل. ومن بعد غادي نضيف لها المكونات المتبقيه. صافي كيف كتشوفوا هنايا غادي نحركها مزيان. وهنايا غادي نضيف لها واحد 3 ضريسات د الثومه يكونوا محكوكين. صافي وغنخليها حتى كتنزل. وهنايا في واحد الاناء غادي نوضع الشعريه الصينيه ديالي ولا الشعريه الارز. هذه هي اللي مربعه كيف كتعرفوا كتواتى بزاف. انا كتعجبني هذه كنفضلها احسن من اخرى. صافي هنايا غليت الماء في الكاسرونه وطفيت عليهم وكنوضع واحد 3 د المرصيات في ديك الماء حتى كتنفخ. ومن بعد غادي نصفيها وديك الساعه غادي نقطعوها بالمقص. ممكن طحنوها في العاشوره، كنفضل انا نقطع هدايتكم مقطعات طريفات صغارين. وهنايا كنرجع المقيله ديالي كنحرك ديك البصله كيف كتشوفوها من بعد ما نزلت. وغادي نضيف لها الجعده. هنايا القياس واحد 3 جعدات يكونوا متوسطين ولا كبارين، 2 حبات كافيين. كنحكوهم بالحكاكه الغليظه. كيف كتعرفوا البصل الجعده كتاخذ الوقت واحد شويه. كنوضعها هي من بعد البصله من بعد ما كتنزل حتى كتنزل حتى هي ديك الجعده تماما. وغادي نضيف لها حبه القرع حتى هي محكوكه ماشي حبه، يعني عندي هنا 2 حبات كبارين حتى هما محكوكين بنفس الحكاكه الغليظه. حتى هي غادي نضيف على ديك الجعده والبصله من بعد ما نزلت. وحتى هي كنخليها تنزل واحد شويه. وبعد غادي نضيفوا لها التوابل. كنضيفوا شي توابل البنات في الاول كيف كتعرفوا باش ما يتحرقوناش في داك المقله. غنخليوها حتى كتنزل واحد شويه. من بعد غادي نضيفوا لها التوابل كيف قلت لكم. صافي هنايا نزلت كيف شفتوا معايا ديك الخضره كامله. وهنايا في التوابل غادي نضيف عندي هنايا معلقه التحميره ومعلقه الكمون ومعلقه توابل الحوت ومعلقه السكنجبير ومعلقه الملح والخرقوم طبعا. وهنايا عندي واحد الحزمه بين الربيع والقزبر والمعدنوس حتى هي مقطعه. ممكن نضيفوا هنايا الهريسه حتى هي انا ضفتها ما تصورتش معايا. ضفت واحد شويه الهريسه اختياريه اللي كيبغي شويه الحار. وهاد القنيطات صراحه كيتواساو بزاف ويكونوا شويه حريورين غير شويه ماشي بزاف. ومن بعد هنايا من بعد ما شحر ديك الخضره ديالي كامله هنايا كنضيف الكامبا. عندي هنايا الكامبا في النبيره يابسه. كنعملها بهذه الطريقه كتجيني سهله كتفسخ بسرعه. يعني ما كنخليهاش كنخليهاش فوق بعضها بزاف، يعني كنسطحها وكنيبسها دغيا كتذوب معنا في المقله. وكيف كتعرفوا الكامبا ما كتحتاجش يطيب بزاف، هي كنديها نجيبها غير واحد شويه. ومن بعد غادي نضيف لها ديك الشعريه الصينيه من بعد ما صفيناها وقطعناها. صافي كنحركها غير واحد شويه ماشي بزاف. ديك الشعريه الصينيه ديالنا كنكونوا قطرناها من قبل وقطعناها بالمقص كيف قلت لكم. وغادي نضيفها على هذا الخليط ديالنا المقله. كيف كتشوفوا الحشوه كتجي معلكه البنات. هنايا كيبان القوام ديالها ما شاء الله. التصوير كيبان عفوا المكونات ديالها كتبان لذيذه من خلال الفيديو. كيف قلت لكم هاد الحشوه صراحه كتجي لذيذه بزاف. ممكن تعتمدوها وتوجدوا بها القنيطات ولا بريوات ولا رغيفات معمرين. المهم تعتمدوا هاد الحشوه تعمروا بها اللي بغيتو بالمملحات ديالكم. صافي من بعد ما ضفنا ديك الشعريه على ديك الخليط المقيله ديالنا كنحركو مزيان حتى كتلبس ديك الشعريه كامله.
كنبقى نخلط بشويه بشويه. المهم المقله ما ساعدتنيش، هذه اكبر مقله اللي عندي. كندخل ديك الشعريه بشويه بشويه مع ديك اللي قامه حتى كتشربها مزيان. صافي هنايا حركتها مزيان كيف كتشوفوها كتجي متلبسه. ممكن هاد الحشوه هادي تعمروا بها حتى بسطيطله هيدا كبارين ولا ستيتوي اللي بغيتو. كيف قلتلكم هاد الحشوه كتجي لذيذه ومعلكه بزاف. باش تجيكم معلكه كتضيفوا لها واحد الرشيشه جبن محكوك. هذه المرحله كتبقى هي الاخره. كنكونوا طفينا المقله ديالنا صافي هنايا كنضيف واحد الرشيشه الجبن يكون محكوك. كتعطينا التعليكه ان هاد الحشوه صراحه كتجي هاد الحشوه لذيذه بزاف. انا كنت كنطيبها وبنتي كتنقف فيها والله الا عجباتها ما شاء الله. قالت لي ماما مزيونه بزاف. ايوا قلت نشاركها معكم. تشجعوني البنات بالبارطاج. توصلتوا ثاني هنايا معايا الفيديو ما تنسونيش بواحد التعليق وتقولوا لي كيف جاتكم هاد الحشوه. صافي هنايا كتشوفوها من بعد ما خليتها تتبرد تماما وغادي ندوزو نشكلها مع بعضياتنا. كيف كتشوفوا هنايا الورقه عندي من بعد ما قطعتها. عندي هنا الحجم الكبير قسمتها في النص، وكل نص كنقسم عاود في النص، وديك النص كنقسمو على جوج. يعني كل نص الورقه كنخرج منها 4 الاشرطه. كيجيو قنينطات متوسطين الحجم ديالهم. ممكن تعملوهم كبارين على عيده تقسموا الورقه غير في النص. انا قياس هذا كيجيني هو هذاك. صافي هنايا كنطلق واحد الكميه الورقه ديالي. كيشتو من بعد ما دهنت ديك سطح العمل بشويه الزويته. والورقه صراحه كتمزيونه يعني ماشي ناشفه وما كتحتاجش الزيت بزاف. صافي هنايا كنعمل قياس المعلقه في كل ورقه في الجنب كيف كتشوفوا. نتمنى الفيديو شرح نفسه. عندي هنايا اللي غادي نشد بها الورقه ديالي خليط الدقيق مع الماء. صافي هنايا وزعت ديك الحشوه على القنيطات ديالي كيف شفتوا. كنطوي معكم بهذه الطريقه سهله كيف قلت لكم بهذا الشكل. كيجيو شكل د السيجار. ممكن تعملوهم حتى شكل د بريوات. هاد العمليه يعني كنطلق واحد الكميه د الورقه وكنوزع الحشوه وكتجيني ساهله. يعني ملي كنطويهم مع بعض. هنايا صورت معكم غير واحد الكميه وغادي نمشي نجلس. كيف كتعرفوا كميه كبيره ما شاء الله. صافي هنايا كنبدا نلوي معكم بهاد الطريقه حتى نكمل هاد القنيطات ولا السيجار اللي عندي كاملين. وطريقه الاحتفاظ ديالهم سهله البنات. عتشوفوها معايا في اخر فيديو. ملي كنكونوا غنحتاجوهم كنجبدوهم من المجمد مباشره. اما كنطيبوهم في الفران ولا كنقليوهم. نتوما كيبقى لكم على حسب كيفاش كتفضلوهم. انا كنطيبهم في الفران مباشره كيف قلت لكم. كنخليهم شي حتى كيذوبوا. صافي هنايا كيف شفتوا من بعد ما كملت هذه الكميه كنت وجدت واحد شويه وغادي نصور معكم. غادي نمشي نجلس ونعطلهم على خاطري. كيف قلت لكم ممكن طيبوهم في الفران ما كيطرطقوش. دهنوهم غير واحد شويه طيبوهم في الفران ولا تقليوهم في الزيت. كيبقى لكم على حسب نتوما شنو كتفضلوا. هنايا كيف قلت لكم جلست وكملت الكميه اللي خدمتها كامله. كنوزع كل طبقه. هنايا هاد الكميه غنحتفظ بها في المجمد. بين كل طبقه وطبقه كنفرشها بواحد بلاستيك غذائي باش ما كيلتصقوش. ملي كنجي كنجبد كل صف د بلاستيك وكنطيبها في الفران. انا كنفضل نطيبهم في الفران يعني مباشره من المجمد ولا فريغو. كنطيبهم في الفران يكون مسخن من قبل وكنطيبوهم. كيجيو لذاذين البنات ومقرمشين. ديك الحشوه كتجي لذيذه صدقوني. جربوها وكتبوا لي في التعاليق تقولوا لي كيف جاتكم. وبين كل تفريشه د القنيطات كندهنها شويه بالزيت وكنحتفظوها بالمجمد. كنقول لكم هنا بسلام عليكم.